السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا بقى للبيت والشغل وللمرمطة. انا مش عايزة ازهقكم من اول الفيديو، بس المهم طبعا ده الفيديو اللي بعد فيديو الخروجة بتاعت الجناين. ده تاني يوم. خلاص بقى كده رحنا ورقنا وارتحنا ونسينا بقى الزعل ونسينا كل حاجة وغيرنا جو، وقلنا بقى نرجع للبيت كده. خلاص ابو كريم سافر من غير شر. البيت شوية هدي ومعادش فيه يعني خروجات كتير وطلعة كتير من البيت وزي كده. فقلنا بقى نرجع لروتيناتنا العادية والأيامنا اللي مليانة شغل بقى ايه، وقاعدة في البيت ومذاكرة للولاد والأجواء اللي كلنا عارفينها دي. المهم زي ما شفتوا صحيت طبعا بدري، وقلنا نفطر بقى حاجة على السريع كده، لأن كنت ناوية أروق أوضة الولاد النهاردة. فالمهم عملت ايه، كوبايتين شاي وجبت كيكة بقى من اللي انتوا شفتوها معايا ديت، وقلنا نفطر فطار سريع. وبدأت بقى استعنت على الشقة بالله كده، وقلت أقوم ايه أروق المطبخ. مكان طبعا جينا من الجناين متأخرين خالص بالليل، وطبعا هلكانين ما قدرتش أعمل أي حاجة في البيت. حطيت كل حاجة مكانها، بشنطها بحلالها بطبقها بسكاكينها بكل حاجة. وقلت ايه انام واروق واصحى الصبح ان شاء الله ربنا هيعني. قمت بقى حتى وريتكم في الفيديو كده من شوية الترمس ده اتحرق مني. بصوا، انا زعلت عليه قوي صراحة، كان جاي لي هدية. فيلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بس الحمد لله هو ما اتحرقش لجوه، يعني هو بس من بره يعني. المهم وقلت ايه بقى نروق المطبخ والحوض. طبعا اول حاجة ببدأ بيها في المطبخ الحوض، لان لما الحوض بيبقى رايق انا نفسيا ببقى رايقة. طول ما الحوض فيه مواعين انا ببقى متعكننة. بصوا بحس ان انا عندي حاجة في دماغي كده. طبعا دي العلبة اللي كان فيها الاكل الكيكة اللي انا كنت عاملاها. فيا ربي الف هنا وعافية على كل من دقها، والحمد لله عجبتهم وقالوا لي حلوة قوي، فالحمد لله. المهم هنا صحيت بدأت يومي كده، قلت ايه هجهز غدا. بس الغدا النهاردة بقى أرديحي صرف. طبعا الناس اللي عارفة أرديحي يعني ايه، يعني أرديحي يعني من غير ولا لحمة ولا فراخ ولا سمك. أرديحي يعني أكل كده من غير لحوم يا جماعة. فأعمل ايه أعمل ايه، قلت خلاص هعمل حلة طبيخ اللي هو بطاطس. بلاش صينية يعني، مرضتش أعملها في صينية. قلت هعملها في حلة واعمل حلة رز جنبها واشوف انا هعمل ايه. طبعا غسلت نص المواعين وقلت وانا شغالة اخلص من موضوع الاكل ده بدري عشان اشوف انا ورايا ايه. فجبت بطاطس. بصوا بقطعها بتبقى تخينة شوية زي مكعبات كده، يعني على حسب الحجم اللي انت عايزاه. بس لما بتعمليها مليانة شوية بيبقى احسن. دي لو قطعتيها صغيرة بتتهري جوه الصلصة. فالمهم وحطيت على النار حلة وحطيت فيها بصلاية وحمرتها، ونزلت عليها بالطماطم. الطماطم اتسبكت زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. بنزل بالبطاطس فيها، بحط شوية فلفل اسود وشوية كمون. البطاطس بتحب الكمون فزودت شوية كمون. وطبعا بعد شوية هدوق الملح واظبطه، وبقلب شوية كده وبعدين بغطي عليها. انا قلت لقيت البطاطس شوية، قلت اما ازود كمان شوية بطاطس. الأكلة دي طعمها حلو قوي قوي يا جماعة، يعني الناس اللي وفص توم هنا عشان بس ما اتلخبطش معاكم وانسى الحتة دي. فص توم عادي خالص من غير، لو هتدقيه في الهون طازة يعني حط عليه شوية كمون ودقيه. طب انتي، انا عندي متجمد حطيته بقى زي ما هو. الطبيخ بقى حطيته على نار هادية عشان يستوي. وقلت هنا هعمل رز اللي هو حبة وحبة او محمر. الحبة وحبة اللي هو نصه متحمر. بصوا هناك انا بعد ما خلصت البطاطس زودت عليها كوباية مية او طبق مية اي حاجة، واسيبها بقى تستوي. وما بسويش البطاطس جامد يا جماعة، عشان كل ما هسخنها كل ما هتستوي زيادة فهتتهري مني. فانا خليتها يعني ايه نص سوا. حطيت الرز على النار، وانا برضو الرز على النار بشتغل بعمل حاجة تانية. نص الرز غسلته وده النص التاني. بحمر نص الرز، بخليه ياخد لون كده ذهبي كده غامق شوية. والنص التاني بتاع الرز اهو بغسله عشان احطه عليه. بصوا بعد ما بدأ ايه الرز يتحمر زي ما انتوا شايفين،
قلت اما افضي كيسين ملح كده عشان الملح عندي كان قرب يخلص. وادي الرز معايا بيتحمر، بيوصل للون اللي انت حباه، فاتح سنه براحتك، غامق براحتك، دي حاجه ترجع لك. وبنزل عليه بالرز التاني المغسول. انت بقى براحتك في الرز، يا اما نص الكميه بتحمريها والنص التاني بتحطيه ابيض، يا اما تلتين وتلت، يعني التلت بيتحمر والتلتين بيبقى ابيض. فدي حاجه براحتك، انا هنا عامله نص ونص. نزلت عليها بشويه ملح وبعدين بنزل بالميه بتاعتي وبسيبه، بغطيه يغلي وبعدين بوطي عليه واسيبه. كده انا غطيته، بسيبه لعند ما يغلي وبعدين بوطي عليه واسيبه. كده بقى بدأت اوصل لنهاية الحوض. الحمد لله قربت اشطبه. يعني انا طبخت وخلصت طبيخ وانا لسه بشطب في الحوض يا جماعة. المواعين كانت كتير قوي، لان كنت واخده معايا حاجات كتير، وكان في زي دربكه في الحوض بقى وحاجات الشوي ومش عارفه ايه. فقلت اما اخلص الحوض، انا برتاح قوي لما الحوض بيخلص معايا. بصوا الرز اهو ما شاء الله، جميله قوي طريقه الرز الحبه وحبه ده، بقى جربوها. وقلت تغيير بقى عن الشعريه، زهقنا من كتر ما ناكل شعريه شعريه شعريه، خلاص الواحد زهق. فقلت اغير يعني. ببتدي بقى اغسل الحوض، اسعد مرحله في الحياه وانا بشطف. بصوا وانا برمي الميه كده، ياه ياه، الحوض خلص، مش ممكن. بصوا خلاص كده انا ارتحت ونفسيتي ارتاحت والدنيا تمام معايا. ادي ما شاء الله البطاطس معايا، بصوا بدأت اهي. خلاص انا كده هطفي عليها، والرز عندي تمام. كده بقى اللي جعان احط له طبق البطاطس وشوية الرز، سواء بقى عايزين جنبها سلطة، عايزين مخلل، براحتكم. بصوا دي اوضة الولاد. انا مش عايزه اقول لكم الوضع في البيت عامل ايه. طبعا انا بقالي شهر تقريبا، وانا خروجات واكل، فما كنتش رايقه ولا فايقه للاوض، يعني كان اللي هو ترويق على السريع. انا هنا شلت كمان المرتبه دي اللي كانت في الارض وحطيتها فوق السرير. فانا بصوا انا بصور وبعدين بشتغل لان ما كانش معايا حد من الولاد يصور لي، والستاند بتاعي وقع فاتكسر، فما كنتش عارفه اثبت عليه التليفون. المهم فقلت انا هشتغل وبعدين اصور لكم كل لقطه يعني. فهنا انا عندي سبت الاوضه التانية زي ما هي، قلت علي عشان بيذاكر. بصوا منظر الدولاب، الولاد مخليينه حاجه صعبه. وقلت هنا هخلي المرتبه والسرير واحد. الناس اللي بتسالني ليه ما بعملش السرير تاني، لان انا كنت حابه اعمل اوضه كامله لحنونه، فمش عايزه اعمل سرير وارجع يبقى شكله مختلف، فيبقى يا استغنى عنه يا اركنه يا لا. حابه اما اعمل اوضه، اعمل اوضه كامله بيبقى لونها كلها واحد. فما حبيتش ان انا اعمل سرير تالت يعني. زي ما انتوا شايفين روقت بقى الدولاب وطبقته وفرشت المرتبة هنا وحطيت السرير التاني وطبقت البطاطين ومسحت الأوضة والحمد لله. ادي كده بدأنا في أول حاجة في البيت انها تروق واحس ان الدنيا تمام. بصوا المنظر صراحة الواحد مش مصدق نفسه. وعملت القعدة دي برضو، قلت حبينا نيجي نقعد نفطر، الولاد يقعدوا يذاكروا، اي حاجة. وقلت الأوضة التانية انا هخليها بقى على قد علي، لان علي عندي السنة دي في تالتة اعدادي، شوية المذاكرة يعني، فقلت خليه ايه في أوضة لوحده وافصله عن الولاد يعني. هنا بقى ما كانش عندي خضار كتير، فقلت خلاص هعمل طماطم. وعلى فكرة بيبقى طعمها حلو قوي 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 مع البطاطس. قطعي طماطم، عصري عليها ليمون، شوية كمون على كزبرة على ملح، قلبيهم فيها. احلى طعم تدوقيه مع البطاطس والرز. بجد جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا جدا، بالذات مع البطاطس والرز. يعني طبيخ البطاطس مش البطاطس صينية، بيبقى طعمها رهيب يا جماعة. طبعا جهزت هنا ده الغدا بتاعنا النهاردة. قلت بقى يعني المصاريف كتير قوي، ارحم ابو علي بقى شوية. ومقررة ان شاء الله وناوية يعني اعيشهم اسبوع ارديحي مفيش اكل. بس ربنا يستر ما يجروش ورايا يعني. وده غدانا بقى للنهاردة كده زي ما انتوا شايفين، الرز اللي حبة وحبة، وعندي المخلل برضو بقى طعمه حلو قوي مع طبق البطاطس ده الجميل. صدقوني الأكلة دي طعمها حلو قوي، ونحاول نعدي أيامنا كده في الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي يا جماعة. طبعا كنت بقى حطيت غسيل في الغسالة، فقلت ما ايه اخده بقى انشره
على الحبل كده زي ما انتوا شايفين، لان برضو ما كنتش بغسل كتير الفترة اللي فاتت، فالغسيل اتكوم جدا جدا جدا. تقريبا الولاد خلصوا الهدوم اللي في الدولاب، يعني اللي يشوف الدولاب ما عنده، ما فيش هدوم، كل الهدوم في الغسيل. فاغلب اللبس ده لبس الولاد زي ما انتوا شايفين. فقلت بقى ايه، ما انشر الغسيل معاكم كده في الاجواء في الليل. الجو حلو قوي، في سنة برودة كده، فالواحد بيحب كده. انا بحب اغسل وانشر بالليل، ما بحبش بالنهار، يعني نادر لما بنشر بالنهار، بس بحب الغسيل اغسله واطلع بالليل انشره، بيبقى احسن يعني. وده بقى اجوائي، وده يوم النهارده، وده روتيني. وان شاء الله اليوم بتاعنا يكون عجبكم كده يا جماعه، وتكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو ده النهارده. وجربوا الاكله الارداحي دي، صدقوني هتعجبكم جدا، هتتبسطوا بيها يعني. بتمنى بقى اللي ما عملش اشتراك في القناه يعمل، واللي ما فعلش زر الجرس يفعله عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. بشكركم.